واحنا هنقول كلام حقيقي مش كلام عشان الناس تبقى فاهمه. في حزن المنتخب التونسي هو السبب الرئيسي ان هو ما يوصلش لدور ال 16. ليه؟ اول مباراه معدي مباراه مستوى كويس، وقلنا ان المنتخب التونسي ماشي على الطريق الصحيح. المباراه الثانيه مباراه استراليا طبعا باستهتار، وزي ما انت قلت المنتخبات العربيه كلها بالاجماع، ما فيش منتخب واحد معين، كل المنتخبات العربيه ان كانت بتلعب في بطوله اسيا او في بطوله افريقيا، الدول المنتخبات الضعيفه بيعملوا نتائج كلها وحشه، وتبقى النتائج دي بتاثر مع الوقت، بتاثر معاك في التصنيف بتاعك، بتاثر معاك في الماتشات في البطولات اللي انت بتلعبها اللي كانت بطوله مجمعه. ثم يجي النهارده يلعب منتخب فرنسا، واحنا امبارح كنا بنتكلم وكانت دي نقطه اللي احنا بنتكلم فيه، منتخب الفرنسي عليه ان هو يفكر ان هو يكسب ويشتغل ويجتهد ويتعب. النهارده المنتخب الفرنسي اللي عمله النهارده وكان عمله امبارح في ماتش استراليا، كنا النهارده بنقول منتخب تونس هو في دور ال 16. بس زي ما قلت لك احنا هنبدا منين؟ هنبدا من نفس الحكايه، ان المنتخب التونسي هيفكر في الفتره اللي جايه ان هو ما يكررش الاخطاء اللي هي حصلت في الماتشات دي. اتوقع هي عاده كلها في المنتخبات، لما بيجي في مواقف بتحط في موقف صعب بيبقى راجل بيكسب وكله مركز وكله خايف وكله عايز يفرح، ولما بنيجي في ماتشات الضعيفه اللي هي ممكن تحطيني في مكانه كويسه او اصعد لدور 16، ببقى انا ايه في الاخر مش كويس. بس نتمنى زي ما انت قلت ان احنا نفس الحكايه، ان المنتخب السعودي او المنتخب التونسي في الفتره اللي جايه يبقوا يخلي بالهم من الحاجات اللي هي الصغيره اللي ممكن ما تحطكش على الطريق الصحيح. تفضل طلحه. انا يعني بدي اعيد النقطه او بدي اكمل النقطه اللي انا تكلمت فيها. الكلام اللي تكلموا فيه الاخوان كلام بمنتهى الروعه، ولكن في له تفسير اللي هو طريقه التحضير والضغوطات. انا لما العب قدام المنتخب البلجيكي او لما العب قدام منتخب كبير انا بلعب بضغوطات اقل، لانه هذا المنتخب فيه فوارق بينه وبينه، وبالتالي هذا الشيء بخفف عن بطلع يعني بكون اني اطلع في وقت من الاوقات بدور او في عندي بلان داخل المباراه ان انا اطلع باقل الخسائر. بينما لما العب مع فريق متوسط انا مطالب اقدم امامه نتيجه ايجابيه، انا هون يعني ها موضوع الضغوطات بيلعب دور. الدور الثاني اللي هو طريقه التحضير. انا الان على المنتخبات العربيه صرت اخشى من الفرق المتوسطه اكثر من الفرق القويه. ليش؟ لانك انت امام الفريق القوي بتكون محضر نفسك، مهيئ نفسك، عارف نقاط قوته. انا لما العب امام منتخب مثلا لما العب امام المنتخب البلجيكي ميسي دي ماريا لوتارو مارتينيز بكون عارف الاسلوب اللي بيلعب فيه ومحضر له. طيب المنتخبات الضعيفه والمتوسطه بتوه، وهذا الشيء اللي حصل بكل منتخباتنا العربيه. هذا الشيء بحاجه عمل كبير جدا هاردك المنتخبات العربيه. وموضوع تونس انا بصراحه بايد الكابتن عصام في ننظر لكاس الماء الملان مثل ما بيحكوها. اي نعم فازوا على المنتخب الفرنسي انجاز، ولكن لم يتاهل الفريق بسبب. بعدين في نقطه اللي انا تكلمت فيها، حكيت عن المنتخب القطري فيها وحكيت عن المنتخب التونسي فيها. من الوقت اللي طلعت فيه القرعه انت تنظر الى هاي المباراه، تنظر الى مباراه استراليا، 3 نقاط هم اقرب 3 نقاط انك انت تحصلهم. لما تبدا مباراتك مع استراليا اول ربع ساعه ما اعرفش اقراك، ما اعرفش شو بدك على ارضيه الملعب، هون خلل كبير. مهما كان الحجم نتاعهم لكن يقعدوا من الملاعبيه ينتميوا للمنتخب الفرنسي، هذا ما نجم ينقص حتى شيء من الاستحقاق نتاع المنتخب التونسي اللي كان بالحق استحقاق ثمين بالنسبه للمنتخب التونسي. كان عطاء كبير غزير للملاعبيه، كانت فما روح كبيره، فما روح انضباطيه كبيره، فما عطاء، فما حب واصرار انه الملاعبيه خاصه بعد مباراه استراليا اللي هي يمكن كانت سبب من الاسباب باش المنتخب التونسي ما تعداش للدور 16. لكن في نهايه الامر نقولوا احنا المنتخب التونسي في نهايه الامر انتصار على فرنسا يلزم ياخذ الحظوه اللي يستاهلها في نهايه الامر، هو في حد ذاته يعني نعتبروه انجاز كبير برشا. وفما برشا ارقام قياسيه خالد اليوم تحققت، خاصه اليوم شفنا اللاعب وهبي الخزري اللي سجل هدف، هو من احسن الملاعبيه اللي سجلوا اهداف في البطوله في كاس العالم. هو الرابع هدف افريقي بلاعب، الرابع لاعب افريقي يسجل 3 أهداف في كاس العالم، نعتبره حاجه مهمه برشا. وهو زاد كيف الثالث لاعب عربي، ثاني لاعب عربي يسجل 3 أهداف
في كاس العالم. بعد بالطبيعه سامي الجابر اللي سجل 3 أهداف في كاس العالم في تاريخ كاس العالم، هذوما كلهم ارقام يخليوا المنتخب التونسي يعتبر انجاز صحيح. تعدينا باش نبه حدث، وزاد راهو فما حاجه مهمه برشا، منذ 78 عمرها ما تونس تحصلت على 4 نقاط في كاس العالم، وهو يعتبر في حد ذاته حاجه مهمه برشا. لكن في نهايه الامر احنا اليوم شكون فينا كان يعتقد انه الدنمارك ينجم يعمل تعادل مع استراليا في كره القدم؟ تعرف الدنمارك هو قبل البطوله كان فريق اكثر فريق مؤهل باش ينجم يمشي لبعيد في كاس العالم هذه، لكن من سوء حظه خذا نقطه واحده في الدوره هذه وخلى روحه. اليوم كانت احنا عندنا فرصه كبيره برشا باش نتاهلوا لولا الدنمارك معناتها انهزم ضد استراليا. لكن في نهايه الامر اليوم لابد المنتخب التونسي فما مراجعات، فما يمكن الفريق اللي بدينا به اليوم كنا نجموا نبداو به مباراه استراليا، لكن كل مباراه عندها الحقيقه نتاعها. لابد المنتخب التونسي يبني على الانتصار هذايا ويعطيهم الف صحه الملاعبيه على المجهود وعلى الروح وفرحوا توانسه. اليوم انا في تونس شفنا الناس فرحانه في تونس بالانجاز. في نهايه الامر ما ربحناش فريق عادي، فربحنا فريق بطل العالم في حد ذاته، نعتبره انجاز مهم بالنسبه للكره التونسيه. الشيباني. خالد، فيما يخص تونس نبارك لهم الفوز اليوم. انا بالنسبه لي يعني ما توقعت ان يفوزون في هذه المباراه، لان قياسا على المباراه اللي طافت مع استراليا ما شفنا المستوى المأمول مثل ما شفناه في المباراه الاولى. ولكن نقول لهم نشكركم على العطاء وبذل الجهد في هذه المباراه. خالد، هذا فوز يعتبر طعم الخساره للاسف يعني، ولكن في نفس الوقت يعتبر فوز تاريخي يعني راح يدوم في التاريخ. نشكر الجهاز الفني، نشكر اللاعبين والجهاز الاداري، يعني قدمتوا مستوى يعني يليق فيكم وفي تونس والكره العربيه، ولكن عليكم انكم تبدون من نهايه البطوله، يعني نتكلم من نهايه البطوله تبنون على ما صار في مباراه اليوم للمستقبل، وان شاء الله انكم قادرين انكم توصلون في بطولات اخرى وتحققون نتائج افضل ان شاء الله. بعد 3 سنوات. ابو جاسم نقول حق يعني منتخب تونس هارد لك، يعني خروج الابطال اسميه على الصراحه. يعني فريق صدق انه طلع من كاس العالم، بس الزين في بهالفوز هذا انه اول فريق عربي يفوز على منتخب فرنسا في بطوله رسميه في كاس العالم، سوى انجاز حقه وانجاز عربي انه كسر القاعده. وهو طبعا السبب عدم التاهل هي المباراه امام استراليا اللي كان الكل متامل المنتخب التونسي بعد اول مباراه لعبها امام منتخب الدنمارك توقعنا امام استراليا بيطلع على الاقل بالتعادل، بس خسروا. اليوم لعب مباراه كبيره وفاز فيها، بس بالنهايه انه يعني فاز بس طلع من البطوله. صحيح ان فرحنا وكنا نتامل ان الفريق يتاهل، بس عندهم فريق ممكن للمستقبل، فريق ممكن يؤدي مباريات كبيره للمستقبل. عطى روح للفريق، عطى يعني الفائده بهالمباراه هذه خالد، يعني تعطي انا اشوفها صراحه تعطي منتخب المغرب الثقه باكر امام منتخب كندا، ونقول لهم قلت لك اليوم مستوى وفوز، بس هذا انه ما تاهل الفريق التونسي. في نقطه مهمه ان المنتخبات العربيه تعودنا عند فتره كانت مشاركه في البطولات يعني اغلبها واذا صعدت يعني، لكن هذا السنه ايش اللي تطور؟ انه حتى اخر جوله منافسه انها كانت تصعد دقيقة. يعني شوف انت اللي تصعد مين؟ استراليا اللي صعد يعني الحظ معاه، يعني تونس قدموا لعب، قدموا اداء شرس رجولي روح معنوي. انت شو حتى اللاعبين بعض الاحيان ما قدروا يركضوا، انت بتلقى رتم عالي. انا اتوقع لو تونس عندهم في المقدمه 1 أو 2 لاعبين صراع شوي كان بيفرق وقت. عموما حتى نحن صار عندنا كنا مش نحن الشارع العربي بشكل عام عنده طموح كان نوصل ابعد وكان احسن. عموما هذا انا اشوفه بدايه انطلاقه المنتخبات العربيه للمستقبل، عرفوا كيف طريقه كاس العالم تعامل. ما دام انت مع فرق عالميه نافس لاخر الجوله فمعناه انك تطور كبير في الكره العربيه كلهم، يعني مش مجموعات كامل. يعني اللي جميل من حقنا كعرب نطمح كان نوصل كان اكثر. الان والله صراحه بنودع احسن جماهير، صراحه واحد حزين اليوم والله
يعني مش كثير، حتى مش العرب بس، حتى المكسيك ووقع معه. ولكن مع كل اسف يجب ان نتعلم كيف ندبر دور المجموعات. بكل صراحه المنتخبات العربيه لا تعرف الحساب، هذا واقع صح، وخصنا نشوفوا الواقع ونتكلموا على الواقع باش يمكننا نتقدموا لقدام. فريق المملكه العربيه السعوديه انتصر في مباراه صعبه، وبعد ذلك مباراه اللي خصو ينتصر، على الاقل خصو يتفادى الهزيمه ام يتفاداها. منتخب تونس قدم مباراه رائعه مع الدنمارك، المباراه السهله اللي دوزوا للدور الثاني مع كل اسف انهزم. اليوم الانتصار ديالو يعني اليوم لمده 4 دقائق كان تونس مؤهل. انا كنت في الملعب، سجلت تونس بعد الجمهور فرح بطريقه هستيريه، بعد 4 دقائق استراليا تسجل. يعني مباراه تونس مع فرنسا لم يعد لها اي قيمه، الكل اصبح امام الهاتف ديالو يتفرج في مباراه الدنمارك. وبالتالي لماذا نضع انفسنا امام هذا الخيار دائما؟ وهذه ماشي المره الاولى مع كل اسف، كل مره واتكلم حتى على المنتخب المغربي دائما يضع. انا بقي عاقل على 98 كانت نكسه في سانت إتيان، نفوز 3-0 على اسكتلندا 4 نقاط وننتظر هديه من البرازيل، التي الهديه لم تاتي. فلهذا تنضع المنتخبات العربيه مع اللاعب العربي باش يبدا يفكر يحسب احسن. والغريب في الامر ان تونس يعرفون الحساب، واحسن منتخب في شمال افريقيا يعرف الحساب. وقلتها قبل مباراه استراليا، لو تونس دخلت وهاجمت استراليا ستنهزم. تونس كان خصها تلعب اللاعب تونسي ضد استراليا وتفوز وتحسب. فصحيح ان تونس عندها 4 نقاط والسعوديه 3 نقاط، وبالتالي عندنا افتخار، ولكن الفريقين معا كان بودهما مع شيء من الذكاء وشيء من الحساب المرور الى الدور الثاني مع يعني حسابيا اذا تريد ماكو، يعني تونس لو بس متعادله ويا استراليا كان اليوم صعدت بنقطتين. نعم، نقطتين تصعد. صح. تفضل. بس لو متعادله تخسر ويا فرنسا، تخسر 1-0 عفوا، تخسر 1-0 تصعد، لان ذولا خسرانين 6 وذولا هم خسرانين، فتصعد بفارق الاهداف. شوف الحسابيا على كلامك الحسابيه خالد. يونس ترى تونس واحد يحزن عليهم، تدري ليش؟ لان فازوا على بلجيكا، فازوا على فرنسا، وتعادلوا مع الدنمارك. يعني تخيل، صح، اهم منتخبين. والسعوديه نفس الشيء بعدين فازوا على الارجنتين. الفوز مالهم خالد راح ينحسب نفس فوز الجزائر على المانيا، يعني تاريخيا تسجل، عفوا الحضري كان يحكي، راح تسجل تاريخيا انه فازوا على فرنسا. بس انا قصدي يعني شوف الحسابات اللي يحكي بها اسامه، يعني بلعبه استراليا لو مخلي حسابيا انه يتعادل ويا استراليا ويخسر ويا فرنسا، يخسر 1-0 ويصعد بنقطه. الموضوع فيه له تفسير غير حسابيا، هو له تفسير. التفسير انه لما انت تواجه الفرق الكبيره وتفوز وتحقق نتائج ايجابيه ولا تحققها امام الفرق المتوسطه، هون بتدخل في عمليه التحضير. الفريق الكبير، الفريق القوي، انت بتعرف نقاط قوته وبتكون مركز على نقاط قوته وبتركز على نقاط ضعفه وبشكل كبير. هذا الموضوع طبعا مش فقط المنتخبات العربيه، حتى على مستوى الدوريات الاوروبيه بتلاقي فريق مدرب معين بيفوز على الفرق الكبيره، ولكن اعطيه فريق متوسط لا يعرف يتعامل معاه، يتوه امام نقاط ضعفه امام قوته. مع العلم ان الفوز بالبطولات ياتي من خلال الفرق الضعيفه والمتوسطه، خصوصا الدوري مثلا الدوري الانجليزي. سامع، احنا النهارده اكيد كلنا احنا فرحانين زي ما انت يعني بتقول، احنا فرحانين النهارده كلنا، بس اكيد كلنا في حزن جامد على الوطن العربي. انا مش فرحان. لا انا بتكلم فيه. لا والله حزين. انا هتكلم، لا احنا فرحانين ان المنتخب التونسي يكسب منتخب فرنسا، دي حطها بجنب.